اساسيات كيمياء ونص المنهج معايا في منهج تانية اعدادي وداخلين على شهر نوفمبر مع بعض، بس ما ينفعش نفوت شهر نوفمبر من غير نحل اهم اسئله الوحده التانية وهي اسئله الكيمياء. واول سؤال بيتكلم في ايه معايا؟ اول سؤال بيتكلم في سؤال اختر، وزي ما اتعودنا الاسئله انا بمر بشويه اسئله مختلفه، ممكن يكون اختر، اكمل، صح وغلط، سؤال مثلا وصل، سؤال رسمه، او سؤال علل، او سؤال صوب. واول سؤال بفرح بيه طلابي هو سؤال ايه؟ سؤال اختر. بيقول لي عند اضافه محلول نترات الفضه الى محلول كلوريد الصوديوم في ضوء الشمس. طبعا حته خبيثه جدا بيقع فيها طلبه تانية اعدادي معايا. لو انا كنت قلت لك نترات فضه مع كلوريد وسكت، قطعت الكلمه او قطعت الجمله معايا، يبقى هيكون لي راسب ابيض وخلاص كده، خلاص السؤال خلص معاك. طبعا زي ما احنا متعودين هيتكون راسب ابيض من كلوريد الفضه، بس هو بيقول لي ايه؟ عند اضافه محلول نترات الفضه الى محلول كلوريد الصوديوم في ضوء الشمس. يعني هو ضاف عامل معايا اسمه ضوء الشمس. طب ساعتها هتكوني ايه؟ زي ما اتفقنا احنا اول حاجه هنكون راسب ابيض. طب هتكون راسب ابيض يتحول لون الازرق القاتم؟ مش عارف. راسب ابيض يتحول الى اللون البنفسجي؟ ايه ده؟ ايوه، ده احنا لو اخطيناه في ضوء الشمس بيتحول الراسب الابيض الى اللون البنفسجي. طب بيطلع لي غاز؟ لا. طلع لي غاز يعكر؟ لا، مش دعوه بغازات. يبقى ايا يكن تفاعل كلوريد الصوديوم مع نترات الفضه دايما طلع لك ايه؟ راسب ابيض. طب لو خطف ضوء الشمس يكمل الابيض ده يتحول لون البنفسجي. يقول لي كل مما يلي يعبر عن المعادلة موزونة ما عدا. يبقى أنا كده أهو كل واحد ألف وب وج ودال دول بالنسبة لي جمل صحيحة، ما عدا في جملة خاطئة معايا أنا عايزة أعرف إيه الخطأ اللي معايا. بيقول لي إيه؟ يتساوى فيها مجموع معاملات المتفاعلات والنواتج، ولا يتساوى فيها أعداد ذرات المتفاعلات والنواتج، ولا تحقق قانون بقاء المادة، ولا لا تخل بالتركيب الكيميائي للمواد المتفاعلة أو الناتجة. أنا عايزة جملة خطأ مش بتعبر عن المعادلة الكيميائية الموزونة عندي. تعالى نمسكها واحدة واحدة. بيقول لي يتساوى فيها مجموع معاملات المتفاعلات والنواتج. ازاي؟ يعني ازاي مثلا المعاملات اللي كنت كاتباها هنا اهو، سي مثلا زي O2 يديني CO2. ازاي لو انا هكتب معامل هنا او معامل هنا لازم يساوي المعامل اللي هنا؟ لا، مش شرط اساسي. ليه؟ عشان انا ممكن اكتب لك اهي Mg زائد ال O2 يديني مغنيسيوم اوكسايد اهي. هاجي اوزن هتقول لي والله هتحط لي هنا 2، وعشان هنا خطيت المغنيسيوم بقى 2 هتحط لي هنا 2. هل شرط ان الاثنين بتساوي الواحد بتساوي الاثنين اللي هي معاملات المعادله؟ اقول لك لا، مش شرط. يبقى معنى كده اهو الجمله دي يتساوى فيها مجموع معاملات المتفاعلات والنواتج؟ لا. طب يتساوى فيها اعداد ذرات المتفاعلات والنواتج؟ يتساوى فيها ذرات؟ اقول لك دخل بواحد، لازم دخل بواحد اهو خرج بواحد، دخل باتنين خرج باتنين. يبقى معنى كده اهو الجمله دي صح. تحقق قانون بقاء الماده؟ صح. لا تخل بالتركيب الكيميائي للمواد المتفاعله او الناتجه؟ صح. يعني اثناء التفاعل الكيميائي انا ما ينفعش اقول لك خد بالك احنا، طب ما احنا بدل ما نحط 2 دي اللي احنا بنعملها دي، طب ما احنا نحط بدل ما نحط 2 عند طب احنا نحط كده 2 هنا. بدل ما نحط دي مش دعوه بدي خلاص، مش عايز احطها. حد يستذكى عليا زي كل مره بنطلع فيها سنه جديده يقول لي لا انا هحط لك 2 هنا تبقى O2، زي ما دخلتي O2 هتخرجي O2 اهو، ودي وزنتها لك. اقول لك غلط. طيب يبقى معنى كده اهو لا تخل دي، انت كده ايه؟ انت كده خليت بالتركيب الكيميائي، بس دي الاثنين اللي عملتها دي قال لي والله لا انا كده ما خليتش بالتركيب الكيميائي. يبقى ايه صح معايا؟ ان هكتب لك هنا 2 مغنيسيوم وجنبيها هنا 2. طب انت كده عملت ايه؟ انت ما خليتش بالتركيب الكيميائي، عشان لو كنت حطيت 2 تحت هيبقى ده كده بالنسبه لي غلط. مفيش حاجه اسمها MgO2، مفيش حاجه عندي في الكيمياء اسمها كده. يبقى
لا تخل بالتركيب الكيميائي للمواد المتفاعلة أو الناتجة، دي بالنسبة لي صح. يبقى إيه اللغات يتساوى فيها مجموع معاملات المتفاعلات والنواتج؟ يبقى هي دي الجملة الخاطئة اللي بتعبر عن المعادلة الكيميائية الموزونة. السؤال اللي بعده بيقول لي إيه؟ بيقول لي تحتوي البيضة، ده كده سؤال فني، يعني عايز بقى الناس اللي هي دماغ عالية معايا. تحتوي البيضة على كل من الصفار والبياض، وبيقول لي يا ترى ما الاسم العلمي الذي يطلق على كل من صفار البيضة وبياض البيضة؟ هقول لك ثواني نحن السؤال ده كان سؤال خبيث ما بين السطور، وتاخد بالك ان البيضة دي طبعا رسم كروكي، البيضة دي كان فيها حاجة صفرة كده، ودي كنت بسميها صفار، دي الصفار. والابيض اللي هو الهلام الابيض ده اهو، ده بسميه بياض البيضة. طيب أثناء الشرح قلت لك في كيمياء التغذية، وده من أهم الدروس اللي هتستفاد بيها في حياتك. مش شرط إن أنا عشان درست كيمياء التغذية والدرس عليها فلازم أحفظ، لأ، هتدرسها كمان في حياتك وتستفاد منها كمان في حياتك. إن صفار البيضة بالنسبة لي ده دهون، لكن بياض البيضة ده بالنسبة لي بروتينات. طيب هو ليه اسم علمي؟ يعني انا الطبيعي هروح انا اقول لك يا ماما هروح اعمل لي بيضه، فماما تقول لي هي بيضه اصلا بتتكون من ايه يا بنتي؟ فانت تقول لي صفار بيض وبياض بيض. طب احنا ناس علميين، احنا ناس كيميائيين، محدش يقول لي صفار ومحدش يقول لي بياض. طب ايه يعني انت هتقولي لي ايه؟ قال لي والله هقول بدل كلمه صفار دي المح بضم الميم اهي، وهقول بدل كلمة بياض البيضة لا اسمه زلال البيض. يبقى أنا هكتب هنا كلمة إيه؟ هكتب هنا كلمة زلال البيض. يبقى أنا أهو ما أقول لك ما الاسم العلمي الذي يطلق على كل من صفار وبياض؟ قال لي والله خدي بالك ثواني، ده الصفار اسمه المح بضم الميم. طب والبياض؟ قال لي لا أنا هطلق عليه البياض ده هطلق عليه زلال البيض. طيب ما المحلول المستخدم في الكشف عن مكون كل منهما؟ اثناء الشرح تاخد بالك البيضه دي هي طعمها حلو جميله واقدر اعملها في كذا شكل، اومليت بقى، مسلوق، ممكن نخترع حاجه ثالثه تانية عادي مش مشكله خالص. بس انا اقدر اكشف عن كل حاجه فيها. طب هي ايه كل حاجه فيها؟ قلت لي اللي هي صفار البيض اللي اسمها المح، وبياض البيض اللي اسمها زلال البيض. طب تعالى كده نشوف مع بعض ايه ده. انت قلتي لي ان الصفار اسمه ايه؟ الصفار اسمه المح. طيب هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن دهون. طب ازاي اكشف عن الدهون؟ قلت لها خد بالك ده انا عندي كشف مهم جدا في معمل الكيمياء اسمه كاشف سودان 4. يبقى ازاي اكشف عن الدهون او اكشف عن المح؟ اكشف عليه ازاي؟ قال لي خدي بالك هتكشفي عليه. يبقى ازاي اكشف؟ الكشف عن طريق محلول اسمه ايه؟ محلول اسمه سودان 4. طيب لو عايز اكشف بقى عن زلال البيض او بياض البيض اللي بتقولي عليه ده اهو، هكشف عن طريق اي ثواني، هي اصلا بروتينات. طيب بروتينات يعني هتكشفي عن طريق محلول اسمه ايه؟ قال لي خدي بالك محلول اسمه بيوريت الازرق. يبقى هكشف عن البروتينات اسمه محلول اسمه ايه؟ محلول البيوريت الازرق. يبقى انا هقول لك في السؤال ما المحلول المستخدم في الكشف عن مكونات كل منهما؟ سواء كان صفار البيض او بياض البيض. صفار نركز مع بعض، قال لي ايه؟ خدي بالك ده الصفار ده بالنسبه لي اسمها الدهون اهي، الدهون هي دي الدهون. طيب دهون يبقى هتستخدمي حاجه اسمها ايه؟ لا ده كاشف سودان 4. طيب زلال البيض لسه قايلين اللي هو ما اسموش بيض البيض، بيض البيض او اسمه زلال البيض عندي الاسم العلمي. طب ده عباره عن ايه؟ قال لي خدي بالك ده عباره عن بروتينات. طيب اكشف عن البروتينات ازاي؟ قال لي خدي بالك تكشف عن حاجه اسمها ايه؟ محلول البيوريت الازرق.
نيجي بقى للسؤال اللي بعده، ده من الأسئلة الحلوة جدا اللي لو جات لك يعني هو كده بيختبر يا ترى انت فاهم معايا كيمياء ولا مش فاهم. بيقول لي خدي بالك سؤال علل، انتفاخ بالون، انتفاخ بالون عند وضع خل وصودا خبيث فيه. يا ترى ليه ان البالون بينتفخ معايا فجأة لما بحط شوية خل وشوية صودا خبز فيه؟ قال لي ثواني، صودا خبز مع خل؟ يعني معنى كده ان في ثاني اكسيد الكربون معاكي. طب انتفاخ البالون ليه؟ قال لي والله خدي بالك، لتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. طب إضافة عامل حفاز لبعض التفاعلات الكيميائية. ساعتها أثناء الشرح قلت لك خد بالك، أنا بدل ما أقعد في الشيفت بتاعي 12 ساعة شغل هقول لك لأ كتير، أنا أصلا بشتغل 8 ساعات، أنا إيه اللي قاعد 12 ساعة شغل؟ طيب قاعد 12 ساعة شغل معنى كده أنت عايزة حاجة تزود سرعة التفاعل بتاعتك، بدل ما تخليه يقعد 12 ساعة عشان التفاعل يتم، لأ قعديه بس 8 ساعات معاك اللي هو مدة الشيفت بتاعك عشان خاطر إيه تنجزه وتخلصه وتمشي بدري. طيب يبقى هتعملي ايه؟ هتضيفي حاجه اسمها عامل حفاز، حاجه حفزت لي ان التفاعل يتم اسرع. يبقى علل اضافه عامل حفاز لبعض التفاعلات الكيميائيه. ليه يا ترى بضيف بعض العوامل الحفازه في بعض التفاعلات الكيميائيه؟ قال لي والله التعريف في الاجابه، الاجابه في التعريف العامل الحفاز. ليه؟ لتزيد من سرعه التفاعلات الكيميائيه. يبقى انا هكتب هنا ايه؟ لتزيد من سرعه التفاعلات الكيميائيه. السؤال التاني بيقول لي من الأسئلة الحلوة اللي كتير من طلابي ما بيحبوهاش بس أنا بحبها، طبعا عشان حاجة بحبها لازم تحبوها معايا. اكتب ما تدل إليه كل العبارات. ده السؤال بيقول لي إيه؟ سؤال يعني مصطلح علمي، يعني أنا بقول لك من النهاية اكتب لي المصطلح العلمي. فرع الكيمياء المختص بدراسة أنواع المواد الغذائية. الكيمياء الوحيدة اللي درستها ودرستها في الوحدة التانية وما عنديش فروع غيرها هدرسها. بدرس ايه؟ بدرس كان الكربوهيدرات، فكان بدرس حاجة اسمها الدهون، كنت بدرس حاجة اسمها البروتينات. ايه ده؟ هل هي مختصة بمواد التغذية او المواد الغذائية؟ يبقى الفرع بتاع الكيمياء اللي انا بدرسه ده هو اسمه فرع ايه؟ اسمها كيمياء التغذية، وده كان اول تعريف في الدرس الثالث معايا. يبقى انا هكتب هنا كلمة ايه؟ هكتب كلمة كيمياء التغذية. تغير في حالة أو شكل المادة، يبقى أنا بغير في حالة أو شكل المادة دون تغيير في تركيبها الكيميائي. يعني هو بيغششني بيقول لي أنا ما بغيرش في التركيب الكيميائي. طب التغيرات اللي أخدتها هي عبارة عن إيه؟ قال لي خدي بالك التغيرات اللي أخدتيها عبارة عن حاجتين، يا هقول لك تغيرات فيزيائية، تغيرات فيزيائية، يا هقول لك تغيرات كيميائية بتحدث معايا. طب ايه الفرق؟ هقول لك والله الفرق كلمة بسيطة. لو حدث معايا تغيير في شكل المادة وحالة المادة بس شكلها الكيميائي ما اتغيرش، تركيبها الكيميائي من جوه ما اتغيرش، يبقى كده تغير فيزيائي. يبقى لو حدث معايا دون تغير في تركيب المادة يبقى ده اسمه تغير فيزيائي. طب لو حدث تغيير في تركيب المادة، أنا أصلا مش فاهمة يعني إيه تركيب المادة، أنت عمالة تكلمي عن إيه التركيب الكيميائي، تركيب المادة الكيميائي، أصلا مش عارف يعني إيه تركيب المادة الكيميائي عمالة تكلميني عليها دي. هقول لك بسيطة، ورقة كراسة، طبعا عشان إحنا طبعا في الدراسة فبنحتاج كل يوم ورق كراريس أو ورق كشاكيل. ورقة كراسة هات لي ورقة عادية ونفس الورقة احرقها لي. هل الورقة قبل ما تحرقها زي الورقة بعد ما تحرقها؟ أقول لك لأ طبعا استحالة، تركيب دي الكيميائي غير تركيب دي. انت حولت من حاجة اسمها ورق لحاجة اسمها قش. هل القش زي الورق؟ أقول لك لأ. يبقى انت كده غيرت ايه؟ انت كده في المرة الجاية دي هتعمل ايه؟ تغيير في التركيب الكيميائي.
يبقى انت لو ما عملتش تغيير في التركيب الكيميائي يبقى دي كده اسمها تغيرات فيزيائيه. طب لو عملت زي ما انت حرقت الورقه معايا يبقى اسمها تغيرات كيميائيه. يبقى تغيير في التركيب الكيميائي. طب السؤال هنا بيقول لي ايه؟ تغيير في حالة او شكل المادة دون تغيير، دون ما غيرتش، دون تغيير في تركيبها الكيميائي. يبقى هكتب هنا تغير ايه؟ قال لي خدي بالك اكتبي تغيرات فيزيائية. طب السؤال اللي بعده من الأسئلة الحلوة اللي لو جات لك يعني هو كده بيهديك هدية، هدية في الكيمياء مش هدية في الفيزياء. بيقول لي ايه؟ بيقول لي حول المعادلات اللفظية التالية إلى معادلات رمزية موزونة. ميس أنا بكره المعادلات أوي. ميس أنا ما بحبش أكتب معادلة. طب كده يا ميس أزعل منك ليه؟ عشان أصلا كيميائية. فإن حد يقول لي ما بعرفش أكتب معادلة أو حد يقول لي بكره المعادلات كده في وشي أزعل منه. طيب تيجي نحل مع بعض بس بطريقة سهلة. وعلى فكرة هو جايب لك الإجابة، يعني هو مغشش لك الإجابة، أنت مجرد بس إنك ترجم بس الحروف. بيقول لي إيه؟ عايز أكتب خرسين، حول المعادلات اللفظية اللي هي بالكلام العربي دي عايز أكتبها بالرموز. خرسين زائد حمض هيدروكلوريك بس السهم عليه مخفف اداني كلوريد خرسين مع هيدروجين. ما عليك انك تترجم بس بالرموز. طب هترجمها ازاي؟ قال لي والله زي ما اتفقت مع ميس نورهان في اول المحاضره او في اول المنهج. والله يا ميس انا كنت احفظ لك رموز وكنت كل يوم باخد لك 3 عناصر اساسيه معايا وكنت كل يوم بعمل ريفيجن عليها لغايه ما وصلت للمرحله دي، مرحله شهر نوفمبر بقى معايا 30 عنصر كلهم. طيب يبقى الخرسين ده رمزه ايه معايا؟ قال لي والله الخرسين ده رمزه زد ان. رمزه ايه معايا؟ رمزه زد ان اهي. طيب بلس تنزل زي ما هي، لو عندي بلس او عندي سهم ينزلوا زي ما هو، يبقى بلس اهي. طيب حمض الهيدروكلوريك ساعتها خد بالك اثناء الشرح ان اي ماده اسمها حمض لازم يكون اولها اتش. وش وانت مغمض لازم يكون الحمض معاك اوله اتش، حتى لو مش عارفه اقول لك حتى لو مش عارفه. الا اذا دخلنا ثانويه عامه ثالثه ثانوي هغير الكلام لكلمه بسيطه، وده مش موضوعي. احنا حاليا خلينا بس ان اول اي حمض بدايته اتش اهي. طب هو بيقول لي ايه؟ اسمه حمض الهيدروكلوريك. كلوريك يعني جاي من كلمه كلوريد. طب كلوريد اللي هي اسمها HCl. بس ناخد بالنا واحنا بنكتب الرموز طبعا لو انا معايا عنصر زي ده اول حرف كابيتال تاني حرف سمول. طب لو انا مثلا معايا مركب لا خد بالك يعني اول حرف اهو من الاتش دي ده عنصر اسمها اتش كابيتال. طب الCl ده عباره عن عنصر تاني يبقى اول حرف كابيتال تاني حرف سمول. طب السهم ينزل زي ما هو وعليه نفس الكلمه. كلمه ايه؟ كلمه مخفف او ممكن نكتب كلمه بقى دل، احنا انجلش فهنكتب كلمه دل. طب اداني ايه؟ اداني كلوريد خرسين. انا بس بترجم، انا مش بقول لك حاول تفتكر المعادله او حاول تقول لي المعادله، لا احنا بس بكتب لك الرموز. كلوريد الخرسين. طب اخدنا كلوريد الخرسين ده تتكتب ازاي؟ خرسين اللي هي اسمها زد ان، كلوريد اللي اسمها Cl تبقى اسمها زد ان اهي Cl. طيب بلس الهيدروجين هقول لك اهي ادي بلس تنزل زي ما هي، والهيدروجين عشان ده غاز نشط يكتب في الصوره الثنائيه. اي غاز نشط بيكتب في الصوره الثنائيه عشان بس ما نجيش على الكلام. طب انا كده عامله صح ولا في حاجه ناقصاني؟ هقول لك انت لغايه دلوقتي زي الفل وجميل جدا معايا، بس خد بالك في حاجه ناقصك. اللي ناقصني قلت لك والله تعرف لي رموز التكافؤات. انا في ثانيه اعدادي ومفترض انا عارفه في اولى اعدادي رمز العنصر بالتكافؤ، وقلت لك زي ما اتفقنا ان كل يوم هناخدها 3 عناصر رمز وتكافؤ. طب الزنك او الخرسين تكافؤه ايه؟ تكافؤه ثنائي فالثنائي راح هنا، والكلورايد عشان احادي فالواحد راح هنا، يبقى انا هكتب هنا ايه؟ هكتب هنا بس 2 اهي. طبعا نكتب الرقم تحت العنصر، محدش يكتبه لي فوق، حد زي القص كده محدش يكتبه لي زي القص، لا هو مش قص، هي الرقم الصغير بيتكتب تحت الان. طيب مغنيسيوم مع الاكسجين في وجود حراره يديني مغنيسيوم اوكسيد او اكسيد المغنيسيوم. هترجمها ازاي؟ هترجمها رموز. طب مغنيسيوم اهي Mg اول حرف كابيتال تاني حرف سمول، في بلس تنزل زي ما هي،
مع الأكسجين. معروف إن الأكسجين غاز نشط يكتب في الصورة الثنائية أهي. طيب السهم ينزل زي ما هو بس عليه كلمة حرارة. حرارة برمز لها بالرمز دلتا. اداني ايه؟ اداني اكسيد مغنيسيوم. ادي اكسيد مغنيسيوم اهي. طب هنا بيقول لي ايه؟ هو بيقول لي خدي بالك حول المعادلات اللفظيه التاليه لمعادلات رمزيه موزونه، وسكت. قفل الكلام وسكت. بس انا طبعا هجود من عندي عشان انا كيميائيه ولازم اكون فاهمه. طب هكتب ايه تكون فاهم معايا؟ هكتب الستيت بتاعه المعادله، حاله الماده يعني. طيب دي ماده صلبه يبقى سوليد اهي. HCl اي حمض اي قاعده ده اكويس اهي المنظر ده. طيب ZnCl ده بالنسبه لي اكويس ليه؟ عشان انت كونت محلول مائي. طيب H2 معروف ان اي غاز يبقى ماده غازيه جاز اهي. دي تجويده من عندي. هو حل السؤال لغايه هنا بالازرق ماليش دعوه بالاحمر ده، بس لو قالك مع كتابه الحالات الفيزيائيه. طب بيقول لي ايه؟ ما المقصود بكل مين؟ التفاعل الكيميائي. التفاعل الكيميائي اللي هو السطر طويل ده او السطرين طوال هقول لك طيب بس احنا اتفقنا ان احنا بنجيبها ايه؟ بنجيبها من الفهم. تعال نشوف معادله لسه كاتبينها فوق اهو، ومن المعادله دي اقدر اجيب تعريف التفاعل الكيميائي. طب بيقول لي ايه؟ بيقول لي خدي بالك انت عملت ايه؟ الاو 2 دي اصلها او دبل بوند او زي ما احنا متفقين، ما هي او اللي هي اسمها او 2، ودي كان اسمها ام جي بوند او صح. اللي حصل لقيت لك انا كسرت الرابطه دي ايه؟ كسرتها اللي هي ما بين الاو وكونت رابطه جديده لمركب جديد تاني. يبقى ايه التفاعل الكيميائي ده؟ هو كسر الروابط الموجوده في جزيئات المواد المتفاعله. دي كلها اسمها ايه؟ اسمها متفاعلات. طب اللي بره السهم اللي بعد السهم ده اسمه نواتج. يبقى انت كسرتي فين او انت كسرت فين وكونت فين؟ قال لي والله انا كسرت في المتفاعلات وكونت في النواتج. يبقى كسر الروابط في جزيئات المواد المتفاعله، تكوين روابط في جزيئات المواد الناتجه. تاني هكتبها واحده واحده. يبقى كسر في ايه؟ في روابط بتاعت ايه؟ المتفاعلات. يبقى كسر في روابط جزيئات المواد المتفاعلة. طب عملت ايه؟ تكوين روابط اهي، رابطة بين الام جي والاو، وتكوين روابط في جزيئات المواد الناتجة. يبقى تكوين روابط في جزيئات المواد الناتجة. طيب بالنسبة للكوليسترول، يا ترى ايه الكوليسترول ده؟ عبارة عن ايه؟ قلت لك والله خليك انت دكتور العيلة، محدش يتفزلك عليك، لما حد يقول لك انا قلبي وجعني، انا عندي ضيق تنفس، انا عندي. طيب انت تستنتج من كده ايه؟ ان الراجل ده هو بيقول لك انا عندي قلبي وجعني، يعني هو ممكن يكون عنده تصلب في الشرايين. طب هو جه منين؟ قال لي ما هو الراجل ده هو على مدار حياته عمال ياكل في دهون، عمال ياكل في زيوت، عمال ياكل في دهون، عمال ياكل في زيوت، ما بيفصلش معاه، ما بياكلش اكل صحي خالص. طيب ومش بيمارس رياضه. يبقى معنى كده ايه اللي حصل؟ لقيت ان الدهون دي تراكمت في جدار الشرايين بتاع القلب. الدهون اللي انت عماله تاكلي فيها على مدار سنين حياتك دي اتراكمت على شرايين القلب. يبقى ايه هو الكوليسترول؟ دي ماده دهنيه. ايه اللي حصل؟ ترسبت على الشرايين. طب عملت ايه؟ ضرت القلب. يبقى ايه هو الكوليسترول معايا؟ هي مواد دهنيه ضاره بالجسم. مواد دهنيه ضاره بالجسم ترسبت على الشرايين. نيجي بقى للسؤال التالت مع بعض، وهو سؤال ايه؟ هو سؤال اوصل من الاسئله الحلوه احنا ممكن نعملها.
وبيقول لي يا ترى وصل من ايه وصلها لغايه بي. بيقول لي ايه؟ احتراق الميثان. احتراق الميثان يكون مصحوبا بايه؟ يا ترى تكوين ملح وماء وحراره، ولا تكوين ضوء وحراره، ولا تكوين ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء. ايه ده؟ ده في معادله احتراق الميثان. ساعتها قلت لك خد بالك اي معادله احتراق مواد عضويه، يبقى انا عندي اهو اي احتراق لمادة عضوية هطلع لي حاجتين أساسيتين. هيطلع لي إيه؟ هطلع لي ثاني أكسيد الكربون والماء وحرارة. طيب يبقى أنا هكون إيه؟ قال لي خدي بالك ده أنت احتراق الميثان يكون مصحوبا بملح وماء. أقول لك لأ دي مش تبعي، مش عايزاها. طيب يكون بتكوين ضوء وحرارة، لأ لازم يكون معايا ثاني أكسيد الكربون. طب يكون بتكوين احتراق الميثان يكون مصحوب بيه تكوين ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. هقول لك لازم يكون أساسي معاك ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. بس مش الميثان لوحده، ممكن يكون احتراق أي مادة عضوية. يبقى واحد هوصلها بإيه؟ هوصلها بيه 3 أهي. اشتعال الألعاب النارية يكون مصحوب بإيه؟ يا ترى تكوين ملح وماء وحرارة، ولا تكوين ضوء وحرارة؟ هقول لك والله لو أنا معايا صواريخ، معايا أي نوع من الألعاب النارية، لو أنا ضربتها هلاقي إنها بتطلع لي ضوء وحرارة. يعني معنى كده أهو اشتعال الألعاب النارية يكون مصحوب بإيه؟ بتكوين ضوء وحرارة. رقم 2 يبقى 2 هوصلها بيه 2. قارن بين لون محلول بندكت في الماء ولون كبريتات النحاس في الماء. يا ترى ايه الفرق بين اللون ده وايه الفرق بين اللون ده؟ قال لي والله خد بالك لون بندكت في الماء هلاقيه كنا بنقول عليه لون بندكت الازرق. ايه ده؟ محلول بندكت الازرق اللي كان بيكشف عن ايه؟ كان بيكشف عن المواد الكربوهيدراتيه. طب لون كبريتات النحاس في الماء، ساعتها اثناء التجربه واثناء ما كنت بعمل التجربه قدامك كان التفاعل ان المحلول ذات نفسه لونه ازرق. يبقى انا هكتب ايه؟ قال لي والله خدي بالك قارن بين كل من محلول بندكت في الماء ده لونه ازرق، بس بيتحول لالوان لو الماده اللي معايا ماده كربوهيدراتيه. كان ممكن يتحول لاخضر، ممكن يتحول لبرتقاني، يتحول من الازرق مثلا للاخضر. طب لون كبريتات النحاس في الماء كنت بقول عليها كبريتات النحاس الزرقاء، يبقى لون ايه؟ اللون الازرق برضو. رقم 2 وبيقول لي التغيير الحادث في ذوبان السكر في الماء والتغيير الحادث عند احتراق السكر. سؤال رقم 2 وبيقول لي ايه؟ التغيير الحادث عند ذوبان السكر في الماء والتغيير الحادث عند احتراق السكر. يا ترى قارن ما بين التغيير الحادث ما بين السكر في الماء، ذوبان السكر في الماء، واحتراق السكر. ترى ايه ده وايه ده؟ هقول لك والله لو انا عندي كوبايه ميه، كوبايه ميه دي حطيت فيها معلقه سكر قلبته كويس جدا، والله لقيت ان المحلول بقى كلير، مبقدرش افرق السكر عن الميه، وما جيت ادوقه لقيته طعمه سكر. يعني معنى كده اهو انت غيرتي ايه؟ تغيرتي من شكل الماده فقط لا غير، ولكن دون تغيير في التركيب الكيميائي. بس جيت اجيب السكر ده احرقه بقى، احرقه على النار، لقيت ان كده في السكر اتحول من اللون الابيض للون الاسود، وبقت فيه ريحه كده كراميل كده اللي هي كراميله السكر. ايه ده؟ وتحول من ماده اخرى، مبقاش السكر اللي هو السكر العادي ده اهو. يعني معنى كده اهو احتراق السكر بالنسبه لي تغيير ايه؟ قال لي خدي بالك احتراق السكر كيميائي لكن ذوبان السكر فيزيائي. يبقى هيقول لي قارن بين التغيير الحادث عند ذوبان السكر في الماء، يبقى هكتب له كده تغيير فيزيائي. طيب لو التغيير الحادث عند احتراق السكر، ساعتها اكتب لك تغيير ايه؟ هقول لك ساعتها اكتب لك تغيير كيميائي. ما معنى ترى لما اجي اقول لك ان المعادله اللي بتقول لي ان 2NO
بلس O2 يديني 2NO2. يا ترى لما اجي اقول لك المعادله دي قدامك موزونه ما معناها؟ يعني الكلام ده بيعني لي ايه؟ قال لي والله خدي بالك، يعني ممكن تقولي لي اي ان، انت قلت لي ايه؟ زي ما دخلت زي ما خرجت، يعني عدد ذرات الداخل يساوي عدد ذرات الخارج. يبقى ايه ده؟ انت عندك 2 من الان، خرجت 2n اهي. طب انت عندك كده 2 في 1 ب2، و2 معاكي هنا 4O، 4 ده و2 في 2 ب4. يبقى ده دخلت ب4 اكسجين وخرجت ب4 اكسجين، زي ما دخلت زي ما خرجت. طيب يعني اي ان عدد ذرات المواد المتفاعلة تساوي عدد ذرات المواد الناتجة، وهي دي ما معنى ان المعادلة دي موزونة. اي ان عدد ذرات المواد المتفاعلة يساوي عدد ذرات المواد الناتجة. بيقول لي ما معنى أن الجلوكوز سكر أحادي؟ يا ترى يعني إيه جملة إني بقول لك إن الجلوكوز سكر أحادي؟ ساعتها أثناء الشرح قلت لك خد بالك إن الكربوهيدرات دي قسمتها ل3 أجزاء. إيه ال3 أجزاء اللي معايا؟ كنت بقول لك يا إما سكريات أحادية أهي، سكريات أحادية، يا كنت بقول لك معايا سكريات ثنائية، سكريات ثنائية، يا كنت بقول لك معايا سكريات عديدة. طيب ما معنى أن بقى إن الجلوكوز سكريات أحادية؟ كان من ضمن الأحادي كان حاجة اسمها جلوكوز فركتوز. يبقى كده عندي حاجة اسمها جلوكوز وعندي حاجة اسمها فركتوز. ما معنى أن الجلوكوز سكر أحادي؟ أي أن الجلوكوز هو أبسط صورة من الكربوهيدرات لا يمكن تحليلها أو لا يمكن الحصول على أبسط منها. يبقى إيه هو الجلوكوز كسكر أحادي؟ يبقى أي أن الجلوكوز هو أبسط صورة للكربوهيدرات لا يمكن تحليلها إلى أبسط منها أهي، لا يمكن تحليلها إلى أبسط منها. طيب نشوف السؤال اللي بعده وبيقول لي إيه. السؤال الأخير معانا هو السؤال الرابع، سؤال أكمل، وبيقول لي تعفن ثمرة البرتقال يمثل تغيير نقط لحدوث تغيير في نقط. ايه ده؟ هو بتكرر السؤال؟ اقول لك لا. ايه تغيير دي؟ هقول لك لا انا عايزه نوع التغيير وايه اللي خلص معاك سهله. طيب تعفن ثمرة برتقال يمثل تغيير. البرتقال تعفن يعني معنى كده ده تغيير كيميائي. تغيير كيميائي ليه قلت تغيير كيميائي؟ اصل انت غيرتي في التركيب الكيميائي للبرتقال، ما كانش بالنسبه لي البرتقال او طعم البرتقال اللي كنت باكلها. يبقى تعفن ثمرة برتقال يمثل تغيير كيميائي لحدوث تغير في ايه؟ في التركيب الكيميائي. حلوة بس ما تلخبطش، في التركيب الكيميائي. تخزين الكربوهيدرات الزائدة عن حاجة الجسم في صورة نقط في الكبد ونقط. يا ترى الكربوهيدرات الزائدة اللي هي مصدر الطاقة بالنسبة لي أنا بخزنها في صورة إيه؟ قال لي والله الكربوهيدرات لو أنا خزنتها في الكبد
تحول من حاجه اسمها كربوهيدرات او من كلمه اسمها كربوهيدرات لحاجه اسمها جلايكوجين. تاني كده، من حاجه اسمها كربوهيدرات حاجه اسمها جلايكوجين. يبقى في صوره ايه؟ تخزن الكربوهيدرات الزائده عن حاجه الجسم في صوره جلايكوجين. طيب هخزنها فين؟ يا اما انا اخزنها في الكبد يا اما انا اخزنها في العضلات. يبقى تخزن في الكبد والعضلات. بيقول لي سؤال: وضح العلاقة بين كل من هرمون الانسولين ومرض السكري. طيب حته ما بين السطور، مش اي حد يجيبها. طيب ايه العلاقة بين هرمون الانسولين ومرض السكري؟ اقول لك احكي لك قصة يا سيدي. اقول لك والله انا كل يوم باكل وانت طبعا بتاكل معايا. كل يوم بتاكل، يعني معنى كده بتحصل على مواد غذائيه منها الكربوهيدرات. وانا طبعا عارفه ان الكربوهيدرات، ان الماده الاوليه للكربوهيدرات هي السكريات معايا. طيب اكلت وجبه دسمه، زي ميس انا كنت معزوم يا ميس على فراخ او معزوم على مكرونه بشاميل ومعزوم فتح نفسي على الاكل معاك. طب ايه اللي حصل؟ هقول لك والله انا اكلت ودبيتها، خدت مواد غذائيه لغايه ما قلت يا بس. طب ايه اللي حصل؟ طبعا دخلت على الجهاز الهضمي زي ما خدنا في سنه رابعه. دخل على الجهاز الهضمي، يعني معنى كده انا كسرت المواد الكبيره دي اللي كان من ضمنها المواد الكربوهيدراتيه، كسرتها لحاجات صغيره اسمها مواد سكريه اوليه. طيب ايه ده؟ انت كلتي، يعني معنى كده بعد ما كلتي ايه اللي حصل لمستوى السكر في الدم؟ قال لي طبيعي، كلتي وجبه دسمه ان مستوى السكر في الدم يعلى. ده طبيعي، ده شيء طبيعي بالنسبه لي. هقول لك لا، المفروض لما مستوى السكر يعلى معاك في الدم اللي بيحصل يشتغل معايا هرمون اسمه هرمون الانسولين. طب هرمون الانسولين اللي هو بيعمل ايه؟ بيرجع السكر لمستواه الطبيعي. طب بقيه المواد الزياده اللي اكلتها، ما انا اكلت زياده عن طاقتي. قال لي ولا ثواني، ده انت قلتيها هتتخزن في صوره جلايكوجين في الكبد والعضلات. يبقى معنى كده اهو مين بيشتغل معاك؟ حاجه اسمها هرمون الانسولين. طب بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على الاكل الزياده اللي انت اكلته معايا. طيب ايه العلاقه برضو بين هرمون الانسولين ومرض السكري؟ قال لي والله ثواني، او مش في بعض الاشخاص معايا ممكن الهرمون ده متفرز او يتفرز بكميه قليله؟ اقول لك اه. طب ساعتها بقى الراجل ده لو كل الوجبه الدسمه دي ودبها معايا عادي كده بالنسبه لي، ولا هيعاني من زياده في السكر ويؤدي الى مرض السكري؟ اقول لك يؤدي الى مرض السكري. يعني ما العلاقه بين هرمون الانسولين ومرضى السكري؟ يبقى هقول لك ايه؟ اقول لك والله خد بالك ان هرمون الانسولين ده مسؤول عن ضبط مستوى السكر في الدم. طيب لو هو مش موجود معايا وعدم تواجده او قلة افرازه يؤدي الى مرض السكري. طيب ما العلاقة برضو، حتة حلوة وهتلاقيها معاك في آخر الدرس، بين جلود الحيوانات والصناعات الغذائية. ايه العلاقة بين جلد الحيوان والصناعات الغذائية؟ أقول لك ثواني. الصناعات الغذائية أنا بستخدم البروتينات، ممكن أصنعها كمواد إنزيمية، أدخلها في صناعات تانية، أدخلها مثلا في صناعة حاجات كتير معايا. طيب ثواني كده، انت قلتي لي جلود الحيوانات. اقول لك ثواني، ما انا بستخرج من جلود الحيوانات حاجه اسمها جلايكوجين. طيب اللي هو عبارة عن ايه؟ قال لي والله ده بيدخل في الصناعات الغذائية بتاعتي. يبقى العلاقة ما بين جلود الحيوانات والصناعات الغذائية: يستخرج من عظام الحيوانات وجلودها الجيلاتين. المادة بتاعتي اسمها ايه؟ اسمها الجيلاتين. طب الجيلاتين ده بدخلها في ايه؟ بدخلها في الصناعات الغذائية. يبقى التي تستخدم في الصناعات الغذائية. طيب يتفاعل لوح من الخرسين
يتفاعل لوح من الخرسين مع محلول كبريتات النحاس. معايا لوح من الخرسين او مادة الخرسين تفاعلت مع كبريتات النحاس. ده بقى السؤال اللي عكس السؤال الاولاني. كان في الاولاني كنت بقول لك انا بغشك المعادله، كنت بجيب لك كده معادله مكتوبه لفظيه وانت بس بتترجمها كحروف او بتترجمها كرموز. طب هنا لا، انا عكست لك السؤال، هجيب لك كلام بالعربي كتير كده واقعد ارغي معاك كتير واقول لك انت اللي اكتب بنفسك. بيقول لي ايه بس خد بالك برضه بيغششك نص الاجابه. بيقول لي خدي بالك تفاعل الروح من الخرسين، طبعا انا عارفه رمز الخرسين وخلاص انا كده عرفت المعادله، مع محلول كبريتات النحاس. اكتب المعادله الكيميائيه الرمزيه المعبره عن التفاعل. بس خد بالك زي ما قلت لك زود حته معاك. بيقول لي ايه مع كتابه الحاله الفيزيائيه، لمواد التفاعل. طيب اول حاجه نمسك حته حته. فبيقول لي ايه خرسين مع كبريتات نحاس. طب ايه رمز الخرسين؟ لسه حلها فوق ان هو رمزه ZN. مع محلول ايه؟ مع محلول كبريتات النحاس. النحاس Cu والكبريتات الSO4، يبقى هكتب Cu SO4. طيب هتديني ايه؟ قال لي والله بناخد كده قاعده في الكيمياء يقول لك القريب مع القريب والبعيد مع البعيد. تعال نشوف مين البعيد. دي بعيده ودي بعيده اهي، دي بعيده ودي بعيده، يبقى دي هتروح مع دي تطلع مع دي اهي. دي بعيده ودي بعيده اهي، فدي تطلع مع دي والباقي تطرده بره المعادله. طب ZnSO4 هكتب هنا اهو ZnSO4. طيب زائد ايه؟ زائد الCu لوحدها طلعت في المعادله كراسب. طب هنا بيقول لي ايه مع كتابه الحاله الفيزيائيه لمواد التفاعل. طب الزنك اصلا لما كنت ماسكاه كده زي الكترود كده هو معايا، يبقى هو عباره عن ماده سوليد. طب CuSO4 ده كان محلول في بيكر، يبقى ماده aqueous. طب ZnSO4 ماده aqueous. هنكتبها فوق عشان بس ايه ما نجيش على الكلام. ماده aqueous اهي. طب الCu قلت لك ده راسب اتكون على الالكترود بتاعي بعد ما خلصت التفاعل، هي ماده سوليد. كيف يستدل على حدوث تفاعل كيميائي؟ يا ترى ازاي اميز بعد ما خلصت التفاعل الكيميائي بتاعي ان التفاعل بتاعي تم؟ اقول لك ثواني. لو ظهر راسب معاك زي في الحاله اللي انا فيها دي يبقى التفاعل معاك تم. طب لو تصاعد غاز البابلز او الفقاقيع اللي فوق دي يبقى التفاعل تم. طب لو غيرت لون زي ما حصل في الجزئيه دي، قال لي والله خدي بالك ده كان ازرق اتحول ل بني عديم اللون، اتحول من لون ازرق لعديم اللون. ايه ده؟ بغيرت لون. يبقى امتى استدل ان التفاعل تم معايا؟ قال لي والله خدي بالك كيف يستدل على حدوث التفاعل الكيميائي؟ تكون راسب. ممكن تكوني راسب؟ لا، انا ممكن اغير لون، تغيير لون. طيب في التفاعل انا فيه ده اهو انا عملت حاجتين، كونت راسب وتغيير لون. بس انت لو انت عارف الظروف كلها زي ايه؟ زي تصاعد غازات وايه؟ تغيير قوام. وبكده كنا نهيت معاك مراجعة شهر نوفمبر الوحدة التانية معانا، وقفلنا مع بعض نص المنهج تانية اعدادي مع بعض. بالتوفيق ليكم كلكم.